اوعى تكون وانت بتشطب شقتك كنت بتجيب صور مع بنترست بنفسك وتنفذ انت مع نفسك كده. ازعل منك فيها قوي دي. بقى انا بحصوتي معاك وبقالي قد كده بقول لك هات انتيريور ديزاينر يظبط لك شقتك ويعمل لك كل اللي انت عاوزه عشان يوفر لك كمان، وتقوم تعمل كده يا جدع. مش مشكله يا سيدي، ديكو معاك اهو بنفسه عشان يحل لك المشكله. هات بقى اكلك وشربك كده معاك وفتح لي دماغك عشان تفهم اللي فيها من طقطق لسلام عليكم. فاكر لما اتكلمنا قبل كده عن ستايلات الانتيريور ديزاين وان ليه اغلبيه البيوت دلوقتي شبه بعضها؟ لو ما شفتش الحلقه دي فانت لازم تشوفها لانها هتساعدك في فهم الوضع الحالي في عالم التصميم. هتلاقيني حاطط لك اللينك بتاعها في الكابشن. فاكر لما قلت لك ان في ستايلات كتير ما نعرفش عنها؟ اسمح لي افاجئك واقول لك ان في يجي 20 ستايل تصميم داخلي واكتر كمان متفرعين منهم، بس مش كل الناس يعرفوا عنها. وده سبب ان تقريبا اغلبيه البيوت اللي بنشوفها شبه بعضها دلوقتي، وده ممكن يكون السبب فيه المصمم الداخلي والعميل مع بعض. النهارده هكلمك على شويه منهم وهقول لك ازاي تختار الستايل المناسب ليه. في عندنا يا صديقي شويه ستايلات اساسيه هتلاقي اهمهم قدامك دلوقتي على الشاشه. ما تتخطش من الاسامي دي كلها، الموضوع ابسط مما تتصور. في بقى غيرهم ستايلات فرعيه بتظهر نتيجه لمتطلبات جديده عن المعتاد والحل مشكله معينه، وقدامك دلوقتي على الشاشه شويه منهم. الستايلات الفرعيه دي ما هي الا عباره عن دمج بس ما بين ستايلين اساسيين او اكتر. على سبيل المثال وليس الحصر مثلا عندك الاسكندي بوهو والجاباندي. الاسكندي بوهو هو عباره عن مزيج بين الاسكندنافي والبوهيمي، والجاباندي هو عباره عن مزيج بين الاسكندنافي والياباني. حلو يا باشمهندس ديكو، انا هستفاد ايه بقى من كل ده؟ سؤال حلو. كان لازم تفهم الفرق ما بين الستايل الاساسي والفرعي عشان وانت مع الانتيريور ديزاينر تقدر تبني تصميم متكامل ما فيهوش خلل بصري، ويبقى التصميم ماسك نفسه، ما يبقاش حاجه من اليمين على حاجه من الشمال وستايل من هنا على ستايل من هنا والدنيا تبوظ منك. نيجي بقى للسؤال اللي بيحير، اختار ازاي الستايل اللي انا عاوزه وبناء على ايه؟ هنا بقى بتبقى في مرحله وانت بتشطب شقتك بتبقى دماغك رايحه جايه، في اللي مش عارف هو بيعمل ايه، وفي اللي بيتخانق مع خطيبته والنكد يشتغل وقتها عشان بس مختلفين على الستايل اللي هيعملوا بيه بيتهم. وكل سبب بمنتهى البساطه ان مفيش ستايل وحش، في مصمم عمل لك التصميم صح وفي واحد عمله غلط. يعني اي ستايل ايا كان هيبقى حلو لو المصمم عمله حلو، بس مش اي ستايل هيبقى مناسب لحياتك ويناسب دماغك. فلازم المصمم اللي معاك يكون فاهم كويس ويعرف يوصل لك ايه الستايل اللي ممكن يكون نافع مع حياتك وشخصيتك. اما بتوصل للمشكله دي هنا بيجي دور المصمم الشاطر، وهو انه يشرح لك كل ستايل ومميزاته وعيوبه ومن رايه الشخصي ايه الستايل اللي ينفع معاك، ويشوف برضه ايه الستايل اللي انت مايل ليه بشكل شخصي، عشان وقتها ممكن يدمج لك ما بين ستايلين اساسيين مع بعض ويطلع لك بستايل فرعي يحقق لك كل اللي انت عاوزه، وبكده يكون حقق لك المعادله الصعبه ما بين الوظيفه والجمال. الكلام ده يبان سهل، ايه رايك تيجي اوضح لك كل ده بامثله لثلاث اشخاص مختلفين؟ خد لك بق كده من كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى نتعرف على الثلاثي اللي معانا النهارده. عندنا الكلاينت الاول وهو سليم. سليم شاب عملي في العشرينات من عمره، دايما بره البيت بحكم شغله وضغوط الحياه، ويطلق بيرجع البيت يقعد مع اسرته شويه ويريح اعصابه وينام. واحد زي سليم عاوز يرجع يلاقي المكان هادي ومريح للاعصاب، وممكن تلاقيه لاقي على حياته الستايل الاسكندنافي مثلا، لكن سليم من جواه حاسس ان هو عاجبه المودرن، ممكن وقتها تستخدم معاه الاسكندنافي المودرن. طب لو مثلا هو حد بيحب الانمي والفلكلور الياباني عامه وعاوز الموضوع ده ينعكس على بيته، وقتها ممكن تشتغل معاه بالجاباندي اللي زي ما قلنا قبل كده هو ستايل فرعي عباره عن مزيج بين الاسكندنافي والياباني. بكده سليم اتحقق له احلامه. نحقق بقى احلام داليا اخته. داليا شخصيه مختلفه خالص عن سليم، جريئه مش روتينيه خالص وبتحب الافكار الغريبه عن المألوف، وده ميزه وعيب في نفس الوقت، لان لو معاها ديزاينر شاطر هيعمل لها تصميم تحكي وتتحكى بيه، ولو معاها بقى واحد على الله حكايته ويرسل لها شويه بلوكات الوانها كلها مختلفه عن بعض والمنظر هيبقى مش الطف حاجه. واحده زي داليا بالشخصيه دي من الستايلات اللي ممكن تمشي معاها البوهيمي او البوهو زي ما بنقول عليه، لانه حر في الخامات وملوش قوانين محدده في استغلال الفراغات، وكمان في فرايتي حلوه من الالوان تقدر ترضي بيها احتياجات داليا. كده سليم وداليا انبسطوا. نروح بقى لابوهم الحاج فؤاد. الحاج فؤاد هو راجل في الخمسينات من عمره، عصر خبرات كتير وخلاص تقاعد من الشغل وعاوز يعيش الباقي من عمره في هدوء وسكينه من غير بهرجه ولا تفاصيل كتير. في حالة الحاج فؤاد بنصح انه يتجه للستايل المينيماليزم ويزود عليه لمسه من عناصر الطبيعه عشان يوفر له كل عناصر الهدوء اللي هو عاوزها الى جانب البساطه في التصميم كمان. الثلاثي اللذيذ ده ممكن في عوالم تانية موازيه يشتغلوا كلهم بستايلات مختلفه عن اللي قلناها دي كلها، والنتيجه هتختلف في كل مره على حسب المصمم شاطر ولا لا. بكده يا صديقي ابقى وضحت لك ازاي بنختار ستايل التصميم الداخلي المناسب، وزي ما انت شايف الاختيار بيختلف على حسب كل حاله ومتطلباتها في الاول في الاخر. الموضوع مش كيمياء، ده فن. يعني عاوز دماغ شغاله بتقدر تصمم صح، يعني بتقدر تحل اي مشكله صح، لان التصميم مش مجرد رسم انما هو اصلا في الاساس حل مشكله. دلوقتي عاوزك تقول لي تحت في الكومنتس ايه اكتر ستايلين نفسك تشوفهم مدموجين مع بعض قدام، وايه اكتر ستايل بتحبه عامه. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تدعمها بلايك وشير وفولو وسبسكرايب وكل الحاجات الحلوه دي عشان نكمل في المحتوى بتاعنا، واكتبوا لنا برضه تحت في الكومنتس عاوزين تشوفوا ايه الحلقات الجايه، وبكده اقدر اقول لكم سي يو في الحلقه الجايه.